الإمام النووي رحمه الله قدوة لنا، لما طلب منه والي دمشق أن يصلي بالناس صلاة الاستسقاء قال أنا لا أهزأ بالله. شوفوا جواب الإمام النووي، يقول له الوالي كيف أنت تهزأ بالله؟ كيف احنا نهزأ بالله؟ قال كيف نخرج نصلي صلاة الاستسقاء والمظالم لم ترد إلى أهلها؟ يا رب يا رب يا رب نزل المطار والمظالم أنتم تعملون. هذا كلام ما ينفعش. تريد من الإمام النووي أن يصلي صلاة الاستسقاء، رد المظالم إلى أهلها، ورد الأوقاف إلى مصارفها، وأغلق هذه الحانات التي تشرب فيها الخمور ويمارس فيها الزنا. أقم ميزان العدل وابدأ بنفسك وحاشيتك. يخرج الإمام النووي لصلاة الاستسقاء، كتبوا للإمام النووي لنعزلنك من المدرسة ولنحرمنك من الراتب. كتب للوالي لو كنت أعلم أن رزقي بيدك لعبدتك من دون الله، لكن أنا داري أن رزقي بيد الله. شل الوظيفة حقك وشل مراتب. النووي ما يخرجش. جاء العلماء قالوا لا يا نووي كيف؟ قال لهم أنا أم كبير حقكم تقولون وأنتم جيتون عندي عشان أنا مالي أم كبير. أي إنسان منكم ممنوع يخرج إلا بإذن مني أنا. قالوا طيب واللي شيء يخرج يا نووي؟ قالوا نقول له برا المدرسة مش معانا برا. جاءوا من الإمام من أنا لو قرحهم برا شجعنا التاريخ كله ماله برا. حاصل والي يشوف أن ما حد رضي يمشي معه من المعممين، واضطر إلى أن ينفذ كل ما قاله الإمام النووي. لما نفذ كل ما قاله الإمام النووي خرج الإمام النووي بكى وأبكى، وما رجع إلا وقد نزل المطر، وما يحصدونه في سنتين حصدوه في سنة واحدة، وعمت البركة وتكلم بها القاسي والداني.